احنا الآن في باب سنجار، وتحديدا في المجمع الطبي لباب سنجار. الآلاف من الأطنان، أطنان الأدوية. الغريب أنه أغلب هذه الأدوية هي أدوية جديدة. مثلا نشوف هذا الأنتيبيوتيك سيرب، هذا مصنوع شهر الثامن 2016 وينتهي شهر الثامن 2019. يعني وزارة الصحة العراقية تجهز المستشفيات اللي هي أصلا واقعة تحت سيطرة عصابات داعش الإجرامية بالأدوية، في حين تعاني مستشفيات الوسط والجنوب من نقص حاد وفاضح بالأدوية. آلاف العلب من الأدوية ومستحضرات العلاج في المجمع. أغلب الشارع سيدين. احنا هنا نتساءل، وأسئلتنا موجهة إلى وزارة الصحة العراقية، شلون مواد طبية مصنوعة 2016 توصل إلى مراكز طبية بالموصل تسيطر عليها عصابات داعش الإجرامية؟ إنتاج 2016 أكون غادي. بس هي مسألة طبيعية، هي ما دام الرواتب التقاعدية توصل، ليش ما توصل المواد الطبية؟ رواتب تقاعدية، رواتبهم وهذا المستشفى بعد أن حصرتهم وحاصرتهم قواتنا الأمنية فجرتها هاي العصابات وانهزمت. هذه مجموعة أخرى أيضا من الأدوية، طبعا كلها أدوية منتجة في 2016. ما سمعت.